بسم الله الرحمن الرحيم. أنه إذا أردنا الحكم علينا أن نوعي أولا الجماهير. فمثلا إذا كان الجمهور بكريا علينا أن نقلبه إلى جمهور شيعي، فهذا الجمهور الشيعي حينما يصبح هو الأكثرية تلقائيا ستتكون الدولة من هذا الجمهور، هو بنفسه سيقوم بثورة. على سبيل المثال نضرب مثال، الآن نريد مثلا أن نحدث ثورة في مصر، نمتلك فيها نحن زمام الحكم في مصر. لنا طريقان. الطريق الأول أنه نحن نحدث انقلابا هناك، نشتري فئة من أفراد الجيش المصري يحدثون انقلابا، أو نتعاون مع الاستعمار مثلا حتى يسلمنا الحكم هناك بنحو أو بآخر، أو نشتري سياسيين، أو نفعل شيئا ما بحيث أننا نمتلك الحكم، ثم بعد ذلك نكشف عن أنه أو نتغلغل في هذا الجهاز الحاكم ونجعله جهازا شيعيا، ونفرض التشيع بالقوة، يعني من القمة نفرض التشيع على القاعدة. هو هكذا ما كان يعتقد، هو كان يعتقد بأنه العكس يجب أن يحصل، نبنيه بطريقة هرمية هكذا من القاعدة إلى القمة. الشعب المصري أولا نشيعه، نجعله يتشيع يهتدي، ثم بعد ذلك هذا الشعب المصري تلقائيا يتحرك باتجاه أن يصل إلى الحكم، ومن ثم يصطبغ الحكم باللون الشيعي. وهذا للعلم ما صنعه كذلك بعض فقهائنا الأفذاذ فيما مضى إذا قرأتم تواريخهم. مثلا إيران التي أقيمت فيها ثورة مع بداية العهد الصفوي جعلت الحكم يصطبغ باللون الشيعي. كيف وقعت هذه الثورة؟ وقعت على هذا النحو: جماعة من الشيعة العراقيين واللبنانيين ومن أشبه الشيعة العرب انتقلوا وتغلغلوا في محيط الفرس، ونقلوا معهم التشيع، وبدأوا ينشرونه هناك، وضحوا كثيرا، كثير منهم قتلوا، كثير منهم سجنوا، كثير منهم عذبوا، ولكن على المدى الطويل استطاعوا أن يزرعوا بذرة التشيع في بلاد إيران التي كانت ناصبية بشكل عام،